السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. النهاردة بقى الروتين، هعمل أكلة خفيفة كده، صينية بطاطس ولحمة بالبصل ورز. زي ما انتوا شايفين ضربت البصلة كده فرم كده، يعني ضربتين، مش مفروم قوي يعني. هبتدي بقى اول حاجة هعمل اللحمة بالبصل. حطيت كده معلقة سمنة كبيرة، على قطعت كده فرمت 3 بصلات. هقلب فيها كده شوية، بس انا ما بحبهاش يعني محروقة البصلاية، بحبها ايه، تبقى لونها ذهبي فاتح. بحس ان بتخلي البصلاية طعمها مسكر، حلوة، ما بتبقاش ممررة. خلاص كده البصلة دبلت خالص، يعني داخلة على التحمير اهو. معلش يا حبايبي، انا الفترة ديت بصور لكم كده، مش قادرة اطلع خالص. بصراحة الحر مفرهدنا على الاخر، والبوتاجاز كمان والمطبخ صغير، فبيخليني بشر عرق من راسي لحد رجلي. فقلت هصور كده، بصور بنفسي كده يعني كذا مقطع لكم من الاكل اللي انا بعمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده بقى ايه، هحط اللحمة. يا رب روتين النهارده يعجبكم، واتمنى منكم ان انتوا تشجعوني وتحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك، عشان نفسي افعل القناه قوي. بصراحه انا يعني تعبت من ان انا لحد الان مش عارفه افعلها. موضوع الساعات صعب جدا جدا. استعنت بكذا حد عشان خاطر يساعدني في الموضوع ده، للاسف الشديد فشلت. يلا عامه، كل شيء نصيب وكل حاجه بوقتها. ان شاء الله في اقرب وقت افعل القناه باذن الله، بوقفتكم جنبي بقى وتشجعوني. هنا حطيت بقى اللحمه. بعد كده هحط بقى التوابل وكده، واحط شويه ميه من الكاتل، واخليها تستوي بقى براحتها. بس كده خلاص اللحمه خلصت. بعد كده بقى هشوف انا هعمل ايه تاني، هعمل الرز ولا صينيه البطاطس. هنا كنت حطيت بقى التوابل، بحط على اللحمه بصل، ملح وفلفل اسود وكمون، والتوابل اللي هي توابل اللحمه. بس كده، ما بكترش، عشان بحب اللحمه بالبصل تكون ايه، يعني طعم اللحمه كده فيها، مش التوابل. اللهم صل على النبي. بس كده خلاص خلصتها. هحط بقى شويه ميه سخنه من الكتل وهغطيها، بس لازم اديها تقلبتين كده، اشوحها كده ايه، البصلايه مع اللحمه مع التوابل. كده خلاص خلصتها. شكل البصلة في التصوير كأنها محروقة، مع انها كانت فاتحة قوي.
احيانا الاضاءة بتخلي الالوان بتتغير بتختلف. هنا بقى كنت خلاص بحط المية السخنة، ولازم سخنة من الكاتل عشان لما بتكون سخنة بتسرع في السوى اكتر يعني بسرعة. وهحط تاني يعني بعد شوية كده تاخد غلوتين برضو هحط شوية تاني، يعني مش بحط ايه مرة واحدة كتير، بحط شوية بشوية. والله كانت اللحمة طلعت زي العسل. انا كنت عاملاها امبارح وبمنتج لكم الفيديو النهاردة تاني يوم، فكانت مستوية وجميلة. هو اقول لكم ايه، متنسوش اللايك، طعمها زي العسل. بعدها بقى ابتديت في الرز. انا بحب الشعرية كتير في الرز بصراحة. حطيت كده معلقة سمنة حلوة، بحب في الرز طعم السمنة قوي، يعني السمنة بتديها طعم جميل، او لو كان في زبدة كمان بتبقى احلى واحلى، بس انا حطيت سمنة. وبحب كمان الشعرية تكون مش متحمرة قوي، يعني في ناس بتحروقها شوية كده بتخليها غامقة، لا انا بحبها فاتحة. بس فضلت بقى اقلب فيها اهو واديله ادي قلبت كتير والله كل ده، وانا عارفيني لو كنتوا شايفيني مش هتصدقوا، وشي كأني غسلاه بالمية. العرق بقى ايه مخليني الجو وحش قوي 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 اليومين دول. يعني صعب والله. انا كل شوية اروح اغسل وشي وارجع، اروح اغسل وشي وارجع. هو ده بس اللي مخليني مش قادرة اطلع بصراحة على الكاميرا واصور معاكم وكده. ان شاء الله الجو يلطف شوية وارجع تاني اظهر على الكاميرا باذن الله، وبيكون احسن واسهل لي. بحطه على الستاند وببتدي اشتغل انا بايديا الاتنين، غير لما اكون ماسكة الفون بايد وبصور وايدي التانية بشتغل بيها، بالنسبة لي صعب. بس الحمد لله مفيش حاجة تصعب على حد وتممت المهمة يعني بإيد واحدة مش مشكلة. بس كنت غاسلة الرز مجهزاه وحطيته. احط بقى ملح، وبحب احط ايه سنة كده فلفل اسود بتديله طعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص هقعد اقلبه شوية، انا بحبه يعني يتغلف كده مع السمنة، اديله زي تحميصة يعني. وبعد كده احط المية بقى. بس خلاص كده الرز خلص، واللحمة برضو محطوطة ورا اهي خلصت. هبتدي بقى اعمل ايه تاني. هنا بقى كان عندي اتنين يعني كام واحدة بتنجانة كده وفلفل رومي، والله كانوا محطوطين بقالهم كام يوم في التلاجة وكنت ناسيهم خالص. انا حتى في لقطة كده هجيب لكم وانا بروق، فضيت التلاجة خالص من كل حاجة لما اكتشفت ان البتنجان ده كان محطوط بقاله كام يوم وانا مش شايفاه، يعني ما خدتش بالي منه. فروقت بقى القرفة في التلاجة ومسحتها وشلت اللي ملوش لازمة وكده، يعني روقت على التلاجة شوية وحطيتهم بقى ايه عشان اسلقهم. هما هنا بيحبوا البتنجان المسلوق عن يكون مقلي في الزيت. وخلاص سبت بقى البتنجان يتسلق مع نفسه، كنت حطيت عليه شوية ملح. هنا بقى بجهز لصينية البطاطس. حبيت اعمل هنا مش في البايركس، كل مرة دايما بعمل في البايركس، بس قلت المرة دي هعمل في الصينية العادية ديت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص حطيت ملح وفلفل اسود وكمون، وهحط بابريكا وشوية شطة
بقول لكم بحط شطه قليل مش كتير عشان ماما. وهحط كمان قرفه. مش عارفه في ناس ما بتحبش القرفه في البطاطس، بس والله بتديلها طعم جميل قوي. يعني حبه صغيرين. قلت لكم انا غاسله ايدي، فبحب اعمل الحركه دي ان انا يعني ادعك البصلايه كده بالتوابل كلها تتشرب ببعض. وكنت طبعا غاسله البطاطس ومقطعاها ومجهزاها. هحطها عليها دلوقتي واقلبها برضو تاني كده بايدي. الايد برضو ليها لازمه في بعض الاكلات يا جماعه. تعرفي تتحكمي احسن من المعلقه يعني. برضو هدعكها كده بايدي كويس قوي بالبصلايه. بس بعد كده بقى احط، يعني دي طريقتي في صينيه البطاطس. بحط بقى معلقه توم، واحط الطماطم اللي انا صفيت ضربتها في الكبه، واحط معلقه صلصه وخلاص. ومعلقه سمنه. هنا كنت جايبه التوم من الفريزر. بص بقولكوا العلبه خلصت. انا بحب التوم في بعض الاكلات بحط حلو يعني كتير، بتدي طعم. هنا بقى التوم مش محتاج بقى اقلبه بايدي كده، لان هو اساسا متلج. كده كده مع التسويه هيفك يعني. بس قلبته كده تقليبتين على خفيف. والله كانت ريحتها روعة 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 من قبل ما تتحط على النار، وهي ريحتها جميلة قوي. التتبيلة بتاعت البصل مع الثوم، يعني التوابل كده مدية ريحة حلوة. والبطاطس زي ما انتوا شايفين لا بقطعها تخينة قوي ولا رفيعة، وسط كده معقول. ما بتاخدش سوا بقى لما بقطعها في السمك ده، يعني ما فيش 10 دقايق بتكون صينية البطاطس جاهزة. بقول لكم انا صفيت الطماطم. طبعا انا ما حطيتهاش على طول من الكبة على الصينية. انا بصفيها باللي هي بالصفاية دي، عشان لو فيها اي قشر او اي حاجة، عشان بحب الطماطم متصفية. وحطيت معلقة صلصة بس، واحط شوية مية من الكاتل كمان عشان مع السوا وكده يعني تبقى حلوة فيها صلصة. وخلاص البطاطس جاهزة. هروح احطها بقى دلوقتي على النار. بدوقها كده لو ناقصة حاجة، لقيت لا مظبوط، كل حاجة فيها مظبوطة. ناقص هنا بقى معلقة السمنة. احط كده معلقتين صغيرين سمنة بس، واحطها على النار. بس كده خلاص صينية البطاطس جاهزة. بقول لكم ايه رأيكم؟ والله جميلة ولا اروع، وطعمها طلع تحفة تحفة. خلاص كده حطيتها على النار وكده. الحمد لله. والله في الجو النار ده الواحد مش مستحمل يقف قدام البوتاجاز. اللحمة هي خلاص قربت تستوي. قلتلكوا البتنجان اهو خلاص برضو اتسلق. هطلعه بقى واتبله. والرز كمان كنت عملته خلاص قرب يستوي. قلتلكوا البطاطس جميلة كده خلاص. بس يا حبايبي رحت بقى ايه اجيب حاجة من التلاجة. لقيت كده الرفوف عايزة تتمسح، قلت بالمرة اصور لكم كده معايا وانا بنضف التلاجة. يعني مسحة مش تنظيفة، لان انا قريب كنت لسه غسلاها. يعني كنت غسلاها غسلة ايه، بس انا كل كام يوم كده طبعا عشان لو في صلصة وقعت، عصير، اي حاجة، بالفوطة كده وبمسحها. بديها تلميعة كده كل كام يوم.
بس مسحت كده الرفوف كلها زي ما انتوا شايفين. اي حاجة كده فيها فتفوتة، اي حاجة واقعة، اي حاجة ملزقة بمسحها. كنت ساعتها رايحة احط الصلصة في التلاجة يعني، فقلت بالمرة ايه امسحها وكده خلاص. بقول لكم ده كنت عامله حمص الشام شويه صغيرين قوي فاضلين، حرام ارميهم، فقلت اي حد ايه اكيد ياكلهم يعني. دي الحاجات بقى فيها علبة جبنة، قشطة كده يعني، الاستعمال اليومي يعني. كده خلاص يا حبايبي، خلصت. اعتقد الاكل خلاص كله على النار، خلصت. بس انا معرفتش اصور حلو وانا عماله بمسح التلاجة، معرفتش، معلش بقى سامحوني. وهنا قلت خلاص بقى خلصت الاكل زي ما انتوا شايفين، وكنت خللت المخلل انا كده بقى لوحدي. الرز مفلفل وطعمه جميل، والمخلل وصينيه البطاطس واللحمه بالبصل كده. خلاص الف هنا وشفا. هنا بقى بعد ما خلاص اتغدينا وكله، قلت بقى مش قادره اقف على الحوض واغسل المواعين دي كلها. رحت بقى ايه، طبعا يا جماعه انا لما بحط في غسالة الاطباق بكون شاطفه كل الحاجات دي تحت الميه السخنه، بس طبعا فيهم بقايا من الاكل زي ما انتوا شايفين، لكن اكيد بنضفهم كويس قبل ما احطها في الغسالة يعني. فحطيت كوبايات واطباق وحلل، يعني كمية ممتازة. سبت حاجات طبعا انا غسلتها على ايدي زي صواني كده، الخلاط، الكب، الحاجات دي يعني ما يستدعيش تدخل في الغسالة او ما ينفعش. دي الحلل اللي احنا عملنا فيها الاكل. بقول لكم بصوا قبل ما اشغلها وانا بقى برص الحاجه، طبعا بجيب من الحنفيه بشطفها، فشوفوا مليانه ميه. قبل ما بشغلها بنشف طبعا كل الكلام ده، الباب ده كله بنشفه زي ما انتوا شايفين. طريقتي في اما بحط في الغساله يعني ازاي. هنا بقول لكم المكان ده اللي بحط فيه المسحوق. شوفوا تخيلوا الغساله دي كلها على حبه مسحوق قد ايه، معلقتين. سبحان الله، يعني المعلقتين دول بينضفوا الحاجة حلوة قوي بصراحة، بتطلع الحاجة جميلة. كوبايات كده بتزيق من كتر النظافة، والاطباق جميلة. انا لو ما كنتش شايفة ان هي بتنضف حلو ما كنتش اكيد هحط فيها يعني. انا اساسا بحب اعمل مواعين على ايدي، بس في اليوم ده امبارح يعني كنت بصراحة حرانة جدا وتعبانه ومش قادره، وكنت مروقه المطبخ وعامله الاكل وخلاص بقى مش قادره. فقلت ايه، بحط في الغساله لما يكون عندنا عزومه، لما يكون مش قادره اعمل مواعين يعني، كل فين وفين بمعنى اصح. هنا قلت لكم خلاص خلصت لا هنا كان لسه رصيت حاجات تانية بزياده يعني. وخلاص هنا هشغل الغساله بقى. هنا بوريكم البروجرام. على الاول بروجرام ده اللي هو بياخد الحلل والكوبايات والاطباق كل حاجة 3 ساعات و10 دقايق. ده اول بروجرام، لان هو فيه ست بروجرامات يعني. كل حاجة يعني حاجة مخصصة للكوبايات للاطباق لوحدها، لا كل حاجة حلل واطباق وكوبايات. فاول بروجرام قلت لكم هنا بصوا غسلت حاجات على ايدي، والحوض زي الفل، ومسحه المطبخ والدنيا نظيفة قوي. وكانت اخر حاجة شغلت الغسالة. هنا خلاص بقى كانت بعد 3 ساعات خلصت، وبوريكم بقى خلاص كانت بخار طالع منها ايه، سخنة قوي. الكوبايات بص بتزيق مراية بصراحة. انصحكم بغسالة الاطباق، جميلة جميلة، انصح كل واحدة تجيبها. مش عشان موضوع انك تكسلي على المواعين، بس في اوقات بتبقي محتاجيها في عزومة،
في انك تكوني تعبانه مش قادره تقفي تغسلي. حقيقي حقيقي هو فعلا بتبقى مجهود اصلا، انت كده كده لازم بتحطي المواعين نظيفه